التشكيلة المثالية للنادي الأهلي هيبقى فيها رغي شوية، بس يلا بينا. في حراسة المرمى شوبيه، الجونين ما كانوش غلطته، واحد كسر اوفسايد والتاني. قلب الدفاع الأول ياسر إبراهيم قدم مباراة كويسة نوعا ما في المباراة الأولى، ده لو الشد ما كملش معاه يعني. وطبعا جنبه الوحش الأسطوري أفضل لاعب في مباراة مودرن سبورت، سجل هدف براسه، كان بيعمل حاجات أسطورية. جنبه هيبقى ياسين ماعي. وفي الباك اليمين عمر كمال عبد الواحد ومش محمد هاني. انا يا ريت ما اشوفش محمد هاني في الملعب، عمر كمال هو اللي هيلعب وان شاء الله هيقدم مستوى رائع في مباراة فاركو. في الباك الشمال عايزين نلعب كريم فؤاد، اللاعب لسه راجع من اصابه، عايزين نديله فرصه، عايزين نلعبه دقايق اكتر، ويبقى محمد شوقي ينزل في الشوط التاني او دقيقه 60 مثلا. نيجي بقى لمركز الارتكاز، اليو ديانج يا جماعه بدون منازع، مفيش حد في الاهلي ارتكاز احسن من اليو ديانج. اللاعب بيقطع على المنافس ميه وهواء، وانا ما اشوفش محمد مجدي قفشه مش جوه الملعب، جوه النادي اصلا. الخط الوسط التاني محمد علي بن رمضان، ايوه ما كانش مركز في ماتش مودرن سبورت، ولكن اللاعب امكانياته رهيبه ويفيد الاهلي بشكل مش طبيعي. واللي هيبقى جنب محمد علي بن رمضان هو كوكا، ايوه انت اللي بتوصيلي هو كوكا. عايزين يا جماعه نجرب اللاعب في مركز خط الوسط اللي هو المركز الاساسي اصلا، ولو طلع وحش او مش مركز نبقى ننزل احمد رضا او اي لاعب في الشوط التاني. اما بقى في مركز الجناح الشمال هتبقى تريزيجيه، ودي اخر فرصه لتريزيجيه، كان ما كانش اعتقد ان بن شرقي هو اللي هيحتل المركز الاساسي. اما بقى في الجناح اليمين وبدون كلام، ومين هيبقى احسن منه يا سلام، مين اللاعب اللي هيكون افضل من زيزو في مركز الجناح اليمين؟ وفي رأس الحربة هيكون محمد شريف، ما شوفناهوش طبعا في ماتش مودرن سبورت عشان مفيش قوة جاتله، بس ان شاء الله يقدم مستوى ويرجع المخيف اللي احنا عارفينه طول حياتنا.